السيراميك بتاعك بيجير، تعالى اقولك على حاجه بسيطه قوي موجوده عندنا في البيت هتلمعيه وخليه زي المرايه. الميه السخنه هتخلي ريحه السيراميك بتاعك ما فيهوش زفاره. هنضف النهارده البيت وده روتين صباحي، وبمعلقه واحده هتضيع اكتر حاجه بتضايقنا في الصيف. وخلطه بسيطه قوي هتنضفي السجاد وهتعطريه بحاجات موجوده في البيت. هنا كمان انا بحب الروتين الصباحي جدا، ان انا ارتب اي حاجه في البيت متوسخه. لكن الروتين المسائي بتاعي ببقى كده مستعجله وعايزه انضف واخلص بسرعه، لكن لازم اعمل الحاجة الصبح ببقى مرتاحة بقية اليوم، حتى لو اتبهدلت بعد كده بس اكون مرتاحة، يعني ان انا رتبتها الصبح وخلصت مهمتي. ببدأ يومي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ان انا بحط مية بغسل ليمونية وبعد كده بعصرها واحط القشر بتاعها. الكوباية اللي انتوا شايفينها ديت كانت علبة فيها اقلام رصاص، فانا طبعا شلت الاستيكر اللي عليها وعملت بالمانيكير الاحمر القلوب اللي انتوا شايفينها وغسلتها طبعا كويس جدا. وبحط فيها بقى اي عصير بحب اشربه، وبيضه مسلوقه ونص رغيف بس بقسمه، وبقطع خيار فلفل طماطم اي حاجه خضار جنبه. بتعملي دايت او ما بتعمليش دايت، الفطار دوت حلو جدا ومناسب وبيخلينا بعد كده نكمل اليوم واحنا نشيطين واحنا كمان مرتاحين ومعدتنا مرتاحه. حتى لو الغدا بتاعك مش هيبقى دايت ملهوش علاقه بالرجيم، والعشاء بتاعك ملوش علاقه، بس نبتدي الفطار يومنا بحاجه كده تكون خفيفه. الصلاة بتاعتي دوت الجزء دوت من الفيديو، الصلاة بتاعتي خلال أول يوم وتاني يوم العيد. بعد ما رتبت تنظيفة العيد، ده كان منظر الصلاة الصبح الساعة 8 الصبح. ترمس، شوية الكنب، كمان المكوة محطوطة هنا، حاجات محطوطة في كل حتة، الأماكن طبعا حاجة مختلفة. فكل اللي أنا عملته إن أنا رتبت الكنبتين وحطيت مسحت كمان المفرش، وشلت أي حاجة موجودة على الترابيزة، لأن كان في حاجات طبعا بسيبها لهم وأقول لهم لولادي ساعات كتير بسيب لهم الحاجة اللي على الترابيزة وبقول لهم كل واحد يشيل الحاجة اللي هو جابها، وساعات اما بحس ان هم تعبانين ومش هيرتبوا فبختار ان انا انضف الحاجة وارتبها عشان خاطر نفسي مش عشانهم. هنا كمان مسحت المفرش وكانت الصالة رايقة وكنستها، ما عملتش اي حاجة تانية. البوتاجاز هنا بعد العيد ب3 ايام، يعني قعد اسبوع بالظبط بتاع العيد وتحول للمنظر ده. فحطيت ربع كوباية كلور الوان ونزلتها على شوية صابون سائل من غير مية، يعني ده صابون سائل وكلور الوان. سبت حتى الحبة اللي انتوا شايفينهم في العلبة هنا عشان همسح بيهم الارض. كلور الالوان والصابون السائل هينضفوا معايا البوتاجاز كامل وهيديله لمعة. انا اول مره اجرب الاتنين مع بعض، ما حطيتش ولا خل ولا كربوناتو ولا اي خل وكربوناتو ساعات بستخدمهم وما يكون في اتساخات اكتر من كده في الحوامل. فانا وزعت على الحوامل وعلى البوتاجاز نفسه، وجبت بقى الليفه بتاعتي وابتديت ان انا افرك الدهون كويس، وشلت كمان الكوش اللي موجوده وابتديت ان انا ادعكها كويس. هوريكي بعد ما اخلص دعك السطح بتاع البوتاجاز الدهون عملت ازاي. يعني هي الدهون ما كانتش كميتها كبيره بس كان متبهدل، يعني في اماكن كده كانت مستخبيه تحت الكوش نفسها. بعد ما خلصت ودعكت كويس، هنا بقى عشان بشجع نفسي قلب كده في الرغوه ان انا بحب التنظيف. مفيش حد بيحب التنظيف، يعني هي كل الحكايه ان احنا بننظف عشان نخلي البيت رايق وهادي وهيبقى عندنا طاقه لان ننظف تاني. بعد ما خلصت الحوامل كلها وعملت كمان بتشجعني جدا، يعني خطوة ان انا انضف البوتاجاز بعد اسبوع اهمال ده بيشجعني بيخليني ان انا نفسي اعمل اكلة حلوة. بقى البوتاجاز ده يستاهل ان يتعمل عليه اكلة حلوة كده رايقة ويتغسل بعد كده طبعا. الحوامل كمان بعد ما دعكتها كويس وجففته، وبالمرة بقى كمان قمت عاملة الازاز بتاع الفرن والفرن الصاج من جوه والجناب بتاعة البوتاجاز. الرغوة شجعتني وريحة الكلور الألوان حلوة جدا. وبعد ما دعكته وجففته طبعا بنفس الفوطة، بقيت بقى الكلور الألوان الحبة اللي كنت سايباهم في العلبة حطيت عليهم شوية مية دافيين وحطيتهم في الأرض، وابتديت افركهم كويس. وانا بحب في الصيف جدا من الحاجات اللي انا برتاح ليها ان انا اشيل اي فرش او اي مشيات انا احطها في المطبخ. وانا من الناس اللي ما بحبش استخدم الخرطوم بدلق ميه كميه كتير، يعني لان ما عنديش كمان صرف للمطبخ او بلاعه. انا مش عامله بلاعه في المطبخ عشان بتدخل حشرات، فانا بس بحط كوبايه كوبايتين ميه وادعكهم كويس قوي وبعدين اجففهم واجيب الشرشوبه كمان المها. كده كنت خلصت البوتاجاز ورجعت الكوش تاني مكانها. دي بقى من الايام الممتعه في الصيف ان السيراميك بتاع المطبخ بقى مترتب ونضيف، والبوتاجاز كمان ببقى مرتاحه جدا في من الخلطات والوصفات غسيل السجاده على الجاف، او ان احنا نعطره بحاجات بسيطه موجوده في البيت، نص كوبايه ملح ومعلقه كبيره كربوناتو او بيكربونات الصوديوم ومعلقه صغيره من الفانيليا.
هو ده اللي انا حطيته، رجيتهم او قلبتهم شويه على بعض كده. ممكن تحطيهم كمان في اي حاجه تكون في حاجه تكون تقدر ان انت تحطي فيها الخلطه ديت وتوزعيها كويس على السجاده كامل، تساعدك ان هي تتوزع بسهوله. بعد ما عملت بالمصفى شويه قدرت ان انا بايدي ان انا اوزع للاماكن اللي تحت الكنب والاماكن اللي انا بقى مش قادره اطولها بالمصفى. عايزة ريحة أقوى من كده ممكن تحطي من أي زيت عطري، تحطي نقط كده 10 نقط على الملح بالكربوناتو. ممكن تحطي زيت نعناع، زيت لافندر، أي روايح بس تكون مركزة أكتر. لكن أنا المتوفر عندي كان الفانيليا، وهي ريحتها كانت حلوة جدا لغاية أما بعد ما خلصت الخلطة. وتفضل حبة صغيرين ريحتهم حطاهم في المطعم حلوة جدا. الجزء اللي كنت واقفة عنده حطيت برضو عليه من الملح بالكربوناتو بالفانيليا. كده انا غطيت السجادة كلها، مفيش ناقصني غير الجزء اللي تحت الكنبة بس، وهو ده اللي ابتديت ادخل فيه كمان. بعد ما كنست السجادة كويس جدا بمقشة او بمقشة بالكهرباء تشفطيها عزكم الله. وقبل ما اعمل السجادة كويس او اكنسها كويس وارش عليها كمان الملح بالكربوناتو، كنت مسحت كده بالرياشة بتاعتي، مش مسح يعني، انا بس نزلت التراب. وكان في قشر بصل عندي لان نقلت البصل لمكان تاني، لان كنت حطاه على السفرة وحطاه كده في اطباق تكون مفتحة شوية. ونفضت كمان الكنب ونزلته كمان على السجادة. كنست السجادة كويس وتنيتها على الكنب وكنست تحتيها كويس جدا. بعد كده ابتديت اطبقها نصين واطبقها بقى على بعضها زي ما انتوا شايفين. كده سهلة ان انت تقدري تشيليها في مكان او توديها مغسلة او هتغسليها لو الحمام طبعا بتاعك مساحته كبيرة هتقدري ان انت تغسليها. لكن انا الحمام بتاعي مش متوفر فيه مساحة كبيرة، فمش هقدر اغسل السجادة دي لان مساحتها كبيرة بالنسبة للحمام عندي. كنت غالية 3 كوبايات مية، مش هكتر اكتر. نزل بقى تدريجي، خلي بالك ان انا حطاها كمان على السفرة عندي وحاطة حاجة تحتيه عشان الازاز طبعا حافظ عليه. فانا بحطه على مكان حامي طبعا للحرارة. اريال البودر انا حطاه في العلبة هنا عشان ما ينزلش عليه اي مية، لان انا بحطه في المطبخ وهو قريب للحوض. اي نوع اريال بودر انا كل حطيت معلقتين بس. البودر ده او المسحوق ده كان بريحة اللافندر فكانت ريحته حلوة جدا. وابتديت ان انا افركه او اوزعه كده وادعكه كويس جدا بالمقشة اعزكم الله على السيراميك بقى كله. جبت من تحت الكنب ودخلت بقى لجوه المية، بس المية كانت قليلة، فكل اللي انا بعمله بنزل بنص كوباية وبعدين نص كوباية كمان. كل ما احس ان الرغوة قلت او في مكان واحد متركزة بزود نص كوباية كمان. خلي بالك انا ما بوديش لغاية النيش عندي لان النيش ملوش رجول وانا مش عايزة اوصل لغاية الخشب. يعني انا بس المكان الواسع اللي قدامي تحت الكنب لغاية الحيطة، لان الكنب ليه رجول اقدر ان انا اجيب منه. عند السفرة ما بجيبش من عند السفرة قوي، يعني انا همسح عند السفرة بس بالشرشوبة. هنا بزود نص كوباية مية كمان اما بحس ان المية قلت او الرغوة يعني تقلت معايا قوي. فهنا بحط نص كوباية وابتدي ان انا افركها كويس. وبعد كده جبت الشرشوبة ومسحت بقى كل ده. الاماكن اللي انا ما وصلتلهاش عند السفرة مسحتها بالشرشوبة كويس. ده الروتين اللي بالنسبة لي الممتع في الصيف، ان انا ادلق مية واحط صابون سايل بريكس سواء اريال باودر في الصالة في المطبخ. يوم بعد يوم يوميا بحب ان انا امسحه واخلص سيراميك نضيفه بالذات فترة الصبح. يعني انا بحس لما بنضف الشقة الصبح انا برتاح طول النهار حتى لو اتوسخت، لان انا كده خلصت الحاجة اللي انا عايزة انضفها الصبح. فاكتر حاجة ان احنا نرتب حاجاتنا الصبح بالذات من الساعة مثلا 9 للساعة 11 قبل اذان الظهر نكون مخلصين. هنا كنت رافعة كراسي السفرة وجففته كويس جدا، بس انا حاسة وكنت شغلت المروحة عشان ينشف طبعا معايا. حاسة ان السيراميك مطفي سنة فحطيت خل، يعني تقريبا ربع كوباية خل، ما حطيتش اي حاجة تاني. وجبت فوطة ناشفة والمقشة بتاعتي وابتديت ان انا لمع. ممكن بقى بدل الخل ممكن تحطي شوية كلور ابيض، بس هتجيبي فوطة انتي طبعا مستغنية عنها وفوطة تكون لونها ابيض عشان طبعا اي الوان هتبهت وتلمعي السيراميك. بس انا اخترت خل عشان الفوطة كانت ملونة وابتديت ان انا لمع السيراميك. طبعا لون البهتان شوية فتح وكأنه منور كده، وانا فاتحه طبعا الشباك والازاز عشان ينشف معايا، والمروحه كانت شغاله فهينشف معايا على طول. سواء بقى نضفت يوميا او يوم بعد يوم او مره كل 3 ايام حسب ما انتي طبعا طاقتك قادره وصحتك وظروفك طبعا لو في شغل او حاجه ويومك الاجازه ممكن تختاري ان انتي تعملي الروتين ده الصبح. وانا بحب انضف كل 3 ايام او على حسب ما الاقي المكان. مفرش دوت اللي انا حطاه من رمضان عشان احافظ على الخشب عشان لما نيجي ناكل عليه، ومثبتاه كمان بسولوتيب
من تحت شفاف مثبتاه. الحاجه اللي انا جربتها ونفعت جدا مع النمل، ان انت تاخدي نص معلقه كركم، اقل كمان نص معلقه كركم، يعني بصي طراطيف ايديكي توزعيه في الاماكن اللي بيمشي فيه، الاماكن اللي انت خايفه حوالين السمنه، الرز، السكر، هتلاقيه بيغير الاتجاه بتاعه. ممكن كمان ترشي في الارض كمان حبه صغيرين. واشوفكم في فيديو جديد وتحدي جديد وروتين جديد باذن الله.